السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نبداو هذا الفيديو بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ما تنساونيش من لايكات الى عجبكم هذا الفيديو. كيف ما كتشوفوا تدبيره او حيله باش نلمعوا الروبيني ديالنا وما يبقاوش يشدوا فيه داك القطرات ديال الماء. ما عليك الا تجيبي شميعه وتمرريها على الروبيني ديالك، وموراها كديري فيطه وكدوزيها. بغيتي ديري مثلجات اولا لي كلاصون باش تبردي العصائر ديالك اولا الماء وما عندكش هذوك القوالب، فقط كيس وكتوضعي فيه الثلج، وملي كتسالي راه كتهرسيه وكتستعمليه. باش ديري وصفه اللي طرد لك الذباب والناموس واي حشرات، ما عليك الا تجيبي القرنفل والقهوه وكذلك ورق سيدنا موسى وكتحرقيهم فوق البوطه باش تحيد لك السخانه من ولدك. فما عليك الا دوزي ليه هكا بالقطينه البيتادين اولا البصله ديرها ليه في التقيشرات. كذلك فكره ديال التنظيف ديال قشور البيض، كنشفوهم مع بيكربونات الصوديوم كيطحنوا، فتقدري تستعمليهم في جميع التنظيفات، فكينظفوا بواحد الشكل اللي هو زوين. وهذه طريقه باش ديري واحد الاسفنجه كنت سبق لي شاركتها معكم. اسفنجه اللي هي زوينه، كديري فيها المنظف ديالك وكتنظفيه بكل سهوله. حيل وتدابير اللي هي بسيطه جدا وغادي دير معاك الفرق الى جربتيها. وكيف ما قلت لكم اي تدبيره جربتها راه غنقول لكم راه جربتها ونعطيكم رايي الصريح فيها. فقط ملي كنبحث وكيبانوا لي يعني تدابير حتى انا كيعجبوني فكنبارطاجيهم معكم. كثير من السيدات اللي جاوني تعليق كيقولوا لي ودي ديري محتوى ديالك، ماشي فيديوهاتك هادو، راه عارفه ماشي فيديوهاتي. ما عمرني جيت قلت لكم انا اللي كنخدم في لا فيديو. بطبيعه الحال راه كاين بزاف ديال القنوات كيديروا بحال هذا المحتوى هذا، فقط التعليق الصوتي كتزيديه، راه اليوتيوب كتسمح لك بهذا المحتوى هذا. جاوني شي 3 تعاليق وصراحه كنمسحهم، ما كيعجبونيش بحال داك الفيديوهات كيبقاو بحال هكاك. انتي فيديو راه كضربي عليه ثماره، راه باش كتبحثي وتجيبي كل فيديو من جهه وتلصقي وتزيدي عليه الصوت وتحطي يعني بشكل يعني دوري، ما تغيبيش. راه هذا واحد المجهود. فكتلقاي داك التعاليق، راه ديري المحتوى ديالك خدمي عليه. المهم الله يهدي النفوس وصافي. نتمنى انا الى كان كيعجبكم هذا لا فيديو اخواتي بحال هذا المحتوى كيعجبكم دعموني باللايك، ما كيعجبكمش صراحه كتبقى لكم حريه الاختيار. كان هذا توضيح بما انني شفت القناه صراحه طاحت وكيجوني هاد التعاليق هادو، فقلت نجاوب. حيل وتدابير اللي هي كما قلت لكم بسيطه وغادي تنفعكم. هذه الطريقه كيفاش تحتفظوا بالجبن كيف ما كتشوفوا، سواء الاحمر سواء الموتزاريلا، فما عليك تحتفظي به في ورق الطبخ، فكيحافظ عليه اكثر وكيخليه ما يمطش الرائحه ديال الثلاجه وما غاديش يخسر معاكم. كتوضعيه في واحد العلبه محكمه الاغلاق بهذا الشكل. وباش تحتفظي على الليمون اولا الحامض بواحد الطريقه اللي هي زوينه، ما غاديش يخسر معاك. فقط غسليه مزيان، شفيه وخوي عليه الماء في واحد القرعه محكمه الاغلاق وديريه في الثلاجه لتحت، راه غيدوم معاك مده طويله بلا ما يبس بلا ما يكرم بلا ما يتعفن. هذه طريقه باش يعني تعقمي ولا تعطري المنزل ديالك اولا الحمام، اولا غتجي واحد القطينات غتضيفي ليهم القهوه واي زيت عطري كتفضلي، اي رائحه كتفضلي زيدي لهاد القطينات وهاد القهوه، وغادي تخلطي مزيان مزيان كيف ما كتشوفي، وغادي تحطيها سواء تحت الرفوف ديال الكوزينه سواء فيما بغيتي. وهذه فكره باش تزيدي في الصباط الى شريتي لوليداتك شي صباط وما جاش قدهم وبغيتي تزيدي واحد الميره ولا جوج، جربي هذه الطريقه. هذه طريقه لتقطيع الخضر وباش ما تاديش ايدياتك. فكره اللي هي بسيطه وزوينه، وبطبيعه الحال ماشي كلشي غادي يعجبكم. فقط تقدروا تخرجوا بتدبيره ولا جوج ولا ثلاثه ولا غير وحده. هذه فكره باش طيبوا اولا تسلقوا البطاطا ديالكم في الميكرووند. كديروا ورق الطبخ وكتفزقوه بهذا الشكل وكتعصروه وكتحطوه كيتسلق كطيب كيف ما كتشوفوا.
وهذه فكرة باش تنوعوا فقط العجينة ديال الكريب. فكتوضعوا هاد المعجنات هادو كيف ما كتشوفوا باش تنوعوا لوليداتكم بطريقه اللي هي سهله وبسيطه. ما تنسونيش من لايكات اخواتي الا كانوا كيعجبكم هاد الفيديو هادو اللي كنقدم. وباش تصايبوا واحد المعطر كيف ما تشوفوا في هاد الاله اللي كتخدم بالضوء اللي كديروا فيها السائل يعني اللي كيتباع، فتقدري ديري فيه معطر اللي كتفضلي. هذه واحد الاكله كيف ما قلت لكم في اي فيديو غادي نبقى نجيب لكم يعني فيه وصفه ندخلها لكم وسط لا فيديو، فكره عشاء او غداء او لا غوتي للوليدات. كيف ما كتشوفوا البطاطس كنقطعوها وكديروها تسلق، وكتجيبي الدقيق، الخميره، قبيصه ديال السكر وبودره ديال الثوم، كذلك بيضه، وكتمزجي الكل كيف ما كتشوفوا. كتحصلوا على هذا القوام هذا، كتخليوها تخمر واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه، وكتجيبوا هاد النقانق هادو، كذلك الفرماج الموتزاريلا. فكره هكذا تقدروا تنوعوا لوليداتكم. كتجيبوا هاد القطيبات هادو ديال الخشب، وكديروا قطعه من الكاشير وقطعه من الموتزاريلا، وكتلويوهم في هذا العجين هذا كيف ما كتشوفوا، وكدوزوهم في البطاطس وكتفندوهم في لاشابليغ، كديريهم يتقلاو كيف ما كتشوفوا. كنعرفوا باللي القلي ماشي صحي، ولكن مره كنوعوا لوليداتنا، ماشي مشكل مره في الشهر ولا في السيمانه، ما كاين حتى شي باس. كيف ما كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم رائع وبالصحه والراحه. بغيتو تشريو وليداتكم صبيبيط او لا صناديله اخواتي وما كانوش معاكم، فما عليكم الا ترسموا رجيله وديروها تقطعوها بالمقص وديروها في البسطام هكذا، غتجيبوا ليهم قياسهم. هذه فكره باش تنظفوا وتعقموا تقشرات البيضين اللي صراحه كيتشوهوا بمعنى الكلمه. غديروا لهم المطايب بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا، كذلك خماره ديال الحلوى اولا بيكربونات الصوديوم اللي متوفر عندك، وكتضيفيها لهذاك التقشرات مع الماء سخون كيف ما كتشوفوا. قشرات البيضين كيجيو زوينين في اللبسه للدراري الصغار، ولكن راه الا ما عرفناش ننظفوهم صراحه كيوليو في هذه الحاله يرثى. صافي كنرقدوهم في هذاك الماء الطايب مع داك الخماره كيف ما كتشوفوا كيحدث التفاعل لان الماء يعني سخون، وكتزيدي الخل سواء الخل الابيض او الخل العادي، وكتزيديهم كيف ما كتشوفوا على رغوه كتطلع، وكتخليهم كيرقدوا مزيان. كذلك غتزيدي الملحه باش تحصلي على افضل النتائج، وكذلك الصابون ديال الحوايج اللي كتستعملي غادي تضيفي واحد القفاله وتخليهم حتى يبرد عليهم الماء مزيان، وعاد ترجعي تحكيهم حكه خفيفه اولا ديريهم في لا ماشين. ما تنساوش الصلاه على رسول الله اخواتي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ومن بعد ما برد عليهم الماء وحكيناهم حكه خفيفه، شوفوا كيفاش خرجوا، فرق كبير بزاف، تنقاو لا البيضين ولا الالوان. فكره باش تحتفظي على الفرماج ديالك من بعد ما تفتحيه كيف ما كتشوفوا، طريقه اللي هي زوينه بزاف. كان هذا هو لا فيديو، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم اخواتي. الا عجبكم ما تنساوش تخليو لي